السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها الأبواب المغلقة. أهلا بكم، معكم مصطفى سعد. الرياضة في مصر بلا هدف. مشكلة إن الشعب المصري بيبقى متصور إن نجاح وزارة الشباب والرياضة هو مقتصر على نجاح المنتخب الوطني بتاع كرة القدم، إن هو تأهل لكأس العالم، إن هو خد بطولة أفريقية، إن هو بيقدم ماتشات كويسة، مش عارف إيه الكلام ده كله، يبقى كده الدنيا حلوة والرياضه في مصر كويسه. لكن الوضع مختلف تماما، ان الرياضه عموما صناعه زيها زي اي صناعه، زي اكن لما نيجي نبص على بعض الدول الافريقيه، امريكا اللاتينيه والكلام ده كله، عندها الرياضه صناعه ازاي. النهارده بجيب الاطفال والنشء والكلام ده كله، وبعلمهم كوره وبعلمهم سله وبعلمهم العاب قوه والكلام ده كله، وصدر على بره. حرفيا الناس ديت بتصدر بني ادمين، او نيجيريا او تلاقي عندها 4000 محترف بره. مش شرط ان هم يبقوا نجوم في الفرق بتاعتهم ولا الكلام ده كله، لا عادي بيلعبوا في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه والكلام ده كله، بس في الاول في الاخر بيدخلوا عمله صعبه للبلد بتاعتهم. لكن احنا هنا للاسف احنا الرياضه عندنا بلا هدف عموما بقى. وزي ما قلت، هي ما بتتقاس بنجاح منتخب الكوره. يعني احنا عندنا منتخب اليد مصنف عالميا وبياخد بطولات والدنيا كويسه معاه والكلام ده كله. انت مثلا بتاخد النشء الصغير او اطفال الشوارع او الكلام ده كله، وتاخدهم وتعلمهم رياضه، وبعد كده تنميهم وتطور منهم وتصدرهم بره. لا، مفيش الكلام ده. المنتخب اليد او منظومه اليد في مصر ناجحه عن كره القدم. انا اصلا كنت لاعب كره يد حوالي 14 سنه. كره اليد قبل ما تشتهر في مصر كانت الناس بتشتغل صح فيها، وكان اتحاد محترم وقتها، وكان حتى المدربين اللي لسه طالعين كانوا بيتبعوا نظام ايه؟ كانوا بينزلوا على المدارس كشافين، بينزلوا على المدارس يشوفوا مثلا الشخص دوت بنيانه الجسدي كويس جدا للعبه، بياخدوه ويبتدوا يعلموه اساسيات اللعبه وهو موهبته بقى، لان اللعبه بالممارسه زي كره القدم كده، في لعيبه ما بتبقاش موهوبه بالفطره، لكن مع الممارسه بتبقى كويسه. زي التمثيل مثلا، والتمثيل برضو في ناس ما بتبقاش موهوبه بالفطره، لكن مع الممارسه بتبقى كويسه. فده اللي كان اللي ادى لنجاح كره اليد. كانوا عاملين برضو مشروع اسمه مشروع العمالقه، اللي هم بيشوفوا الافراد اللي فوق ال 190 سم او الكلام ده كله، ويجمعوهم وبيعملوا لهم معسكرات وبيعلموهم الكوره، وبعد كده بيوزعوهم على الانديه، والانديه تستفاد منهم وهكذا. نتج عن الشغل ده كله جيل كويس جدا. يعني طبعا في 2000 جيل 98 تقريبا خد كاس عالم للشباب هنا في مصر، كانت معموله في صاله الشرطه. وفي 2002 خدنا رابع عالم، جيل شريف مؤمن وجوهر نبيل وآلة عواد والناس دي كلها. بعد كده بقى جه طبعا الطفره بقى الكبيره، جيل احمد الاحمر. الدنيا تتعرف شويه واحده واحده. للاسف برضو لحد مثلا سنه او سنتين ورا كده ابتدى الموضوع يقلب زي كره القدم بقى سبوبه. ليه؟ لانها اتشهر. ابتدت برضو تخش قصه الاكاديميه والاكاديميات، وما عادش في كشافين بتنزل وعاوز تروح تلعب الكوره ديت قدم وبفلوس وكده. نفس الكلام برضو في كره القدم، وهم اللي ابتدعوا القصه ديت في مصر. ان انت النهارده انا ما بقاش في مركز شباب في ناس ممكن تروح تقدم فيه لعيبه عادي ويختبرها والكلام ده كله. لا، كله بفلوس، كله بفلوس. تمام، الحمد لله يا استاذ محمد. كله بفلوس. الاكاديميه بفلوس، مركز الشباب بفلوس. ما عادش في لعب كوره في الشارع. يعني على جيلي انا كنت بروح مثلا مركز شباب العمرانيه، وبدفع الاشتراك في الشهر كان 11 جنيه، وبلعب في فريق الكوره. تمام، 11 جنيه ده مش حاجه، يعني اللي هو اشتراك مركز الشباب نفسه. لكن اللعب نفسه كله عادي كان بيعتمد بقى على اللعيب. كان المدرب ساعتها كان مش عارف، كان اسمه محمد الصعيدي او احمد الصعيدي حاجه زي كده، بيشوف افضل لعيب فين، مش عارف ايه الكلام ده كله، وبيمرنهم. يعني الكشافين كانوا بينزلوا يشوفوا الساحات الشعبيه ولعب الكره الشوارع والكلام ده كله، وكانوا بيطلعوا لعيبه كويسه. لكن دلوقتي اللي معاه فلوس هو اللي بيلعب، اللي معاه فلوس هو ده اللي بيلعب. هتروح الاكاديميه بتاعت كابتن فلان الفلاني واكاديميه كابتن فلان الفلاني، وتخش حتى جوه مركز الشباب تلاقي اكاديميه كابتن فلان الفلاني، وعشان تلعب لازم تدفع، واهل الواد الفلاني يجوا يمسوا على الكابتن ومش عارف ايه وايه، ومعلش لاعب ابننا وبتاع. ومن هنا جه خراب كره القدم. طب الدوري الانجليزي الوحيد مثلا اللي فيه تقريبا 7 درجات، في 7 درجات، اللي هو درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه والكلام ده كله، 7 درجات لحد البريميوم ليج نفسه.
وكلهم شغالين، كلهم بيكسبوا والدنيا كويسه، بس في منظومه في اداره هناك، والدنيا كله بيستفاد. لكن هنا الرياضه في مصر ما بيستفادش منها غير اللي شغالين جواها. تلاقي الاستوديو التحليلي قاعد فيه 5 6 بيحللوا ماتش تعبان من غير جمهور، ما بين فرقتين تعبانين في اخر الدوري، واخد بالك، وكل واحد فيهم بياخد له مبلغ وقدره واعلانات ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا كمواطن ما استفدتش حاجه. الدوري اللي بقاله 10 سنين من غير جمهور ومن غير ومن غير جوده ولا الكلام ده كله، حتى الجوده بتاعت الصوره يعني ماتش وماتش لا، والماتشات بس بتاعت الاهلي والزمالك والباقي اي كلام. فايه يا جماعه، ايه يا جماعه الخير يعني؟ مش ده الوضع اللي تبقى فيه مصر يعني في موضوع الرياضه يا جماعه. فللاسف الدنيا هنا بتدار في موضوع الرياضه بشكل سيء جدا، ما بنستفادش بالطاقه البشريه الجباره اللي موجوده في مصر، في حته ان انت تطلع نشء وتصدر لعيبه، واللعيبه ديت هتجيب لك دخل، هتجيب لك دخل كويس جدا. يعني في سنه من السنين كانت البرازيل كان من ضمن العائدات بتاعت الدوله ومصادر الدوله الضرائب اللي بتدفعها اللعيبه اللي بره. يعني كان محطوط في الموازنه كده، كان رقم كويس يعني. لكن هنا الله المشتكى يعني. مش عارف انا وزير الشباب والرياضه ده قاعد بيعمل ايه اصلا، ولا ايه فايدته، ولا بينيل ايه، ولا اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه، وبيروح هنا ويجي هنا وبتاع، ولا شفنا اي تطور في الرياضه. وبرده مش بالاستادات، يعني اللي انا هبني اكبر استاد من هنا وهكبر اكبر استاد هنا مش عارف ايه. الموضوع كله يا جماعه منظومه ان انا ابني منظومه مظبوطه، ما يبقاش فيها الوساطه واللي معاه فلوس بس هو اللي يقدم وينجح والكلام ده كله. فده بالنسبه للموضوع ان الرياضه في مصر بلا هدف، الرياضه في مصر بلا هدف للاسف يعني.